اهلا بيكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. معاكم رشا، قناتي كل يوم مع رشا العرب للناس اللي لسه اول مره بتشوفني. انا طالعه اتكلم عن الناس اللي عندها شغل قديم، بالنسبه للناس اللي بتعمل مشاريع ومش ماشي معاها، او هي جايباه بالغالي ومش عارفه تحط الاكياس، تعمله بجنيه علشان عندها المنطقه ما بيمشيش فيها غير اكياس بجنيه. الموضوع سهل يا جماعة جدا ومفهوش أي صعوبة، بس حط لنا بقى يلا لايك. واللي بيشوفنا لأول مرة يشترك معانا في قناتي علشان يوصل كل جديد. طيب، دلوقتي هقول لكم الشغل بتاعكم هتمشوه ازاي. لاني كان في واحده حبيبتي كانت بتكلمني وبتقول ان هي جايبه شغل غالي ومش عارفه تسوقه باكتر من الكيس بجنيه يعني. هو الموضوع صعب. هتعملي ايه؟ هتجيبي الاكياس بتاعتك اللي انتي بتبيعي فيها اللي هي بجنيه، وهتحطي هتقللي المعيار بتاع الحاجه اللي انتي بتحطيها. يعني مثلا لو جايبه لب، جايبه سوداني، جايبه حمص، جايبه الحاجات اللي هي بتبقى سعرها اغلى شويه، هاتي الكيس اللي هو بجنيه وحطي فيه معيار صغير، تمام، بحوالي معلقة صغيرة او معلقة ونص، اللي هي معلقة الشاي الصغيرة دي، وحطيها وحطي في الكيس وبيعي الكيس بجنيه. مفيش اي مشكلة. ما ترميش الشغل بتاعك او ما تركنهوش علشان ده خسارة عليكي، وهتعوزي تجيبي شغل تاني، فحرام ترمي الشغل اللي عندك او تركنيه وانت ممكن تكسبي منه. فالموضوع يا جماعة مش صعب، علشان محدش يقول لا انا مش عارف اعمل ايه في الشغل اللي عندي ده، انا جايبه غالي ومش هعرف ابيعه، والمنطقة عندي مش ماشية غير الاكياس اللي هي بجنيه